هجرب النهارده شيبسي ماركت محمود الفار. وبالمناسبه ماركت محمود الفار اتأسس سنه 1942. وهجرب النهارده شيبسي بونكي لونج، الشيبسيه الطويله الحلوه دي. ولكن قبل ما ابدا نصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك للفيديو، ونقول بسم الله. هجرب شيبسي محمود الفار بطعم الملح الخفيف، وسعره 20 جنيه، ووزنه من 140 جرام ل 150 جرام. صراحة الباكجينج حلو جدا. كمية الشيبسي، الكمية كويسة جدا. شكل الشيبسية نظيفة. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة للباكجينج فأنا بديله 10 من 10. الباكجينج مبهج جدا للعين. وعايز أقول لكم إن أفضل باكجينج لكيس شيبسي أو كيس سناكس لسنة 2025 هيروح لماركت محمود الفار. بالنسبة لكمية الشيبسي فأنا صراحة شايف إن الكمية مناسبة جدا، فبديها 10 من 10. بالنسبة لنظافة الشيبسي وقرمشتها فأنا بديها العلامة الكاملة 10 من 10 و10 نجمات وختم الجودة. نظافة الشيبسي باينة جدا، ولون الشيبسية ذهبي حلو. أما بالنسبة لطعم الملح الخفيف فأنا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجودة وختم الاستمتاع. الملح باين قوي إن هو خفيف، وطعمه جميل قوي للناس اللي هي بتحب الملح الخفيف. تجربه؟ طبعا جربه، وبألف هنا وشفا. هجرب شيبس محمود الفار بطعم الملح. الباكجينج يا جماعه ممتاز صراحه. كميه الشيبسي صراحه الكميه مناسبه جدا والكميه كويسه جدا. شكل الشيبسيه صراحه نظيفه، ولكن الشيبسيه هنا على شكل زجزاج. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لكميه الشيبسي فانا بديها 10 من 10. كميه الشيبسي مناسبه والكميه كويسه. اما بالنسبه لنظافه الشيبسي وقرمشتها انا هنا صراحه بدي لنظافه الشيبسي 9 من 10. محتاجين ان هم يشتغلوا عليها اكتر من كده. لاحظت ان فيها حاجات يعني ايه محروقه شويه. الشيبسيه مش متقطعه حلو، مش متنضفه كويس. ولكن كمجمل صراحه كويسه مش وحشه. بالنسبه لطعم الملح فانا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. يا جماعه الطعم هنا تفوق على منتجات المقاطعه. تجربوا؟ طبعا جربوا، وبألف هنا وشفا. هجرب شيبس محمود الفار بطعم الباربيكيا، وسعره 20 جنيه، ووزنه ما بين 140 جرام ل 150 جرام. الباكجينج يا جماعه عجبني جدا صراحه، ممتاز. كميه الشيبسي، شكل الشيبسيه، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لطعم الباربيكيا فانا بديها 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. يا جماعه حاطين كميه توابل محترمه، والشيبسيه جميله، وهتستمتع وانت بتاكل. تجربوا؟ طبعا جربوا، بألف هنا وشفا. هجرب شيبسي محمود الفار بطعم الخيار المخلل، وسعره 20 جنيه. كميه الشيبسي، شكل الشيبسيه هنا نضيفه قوي. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة لطعم الخيار المخلل فأنا بديله 0 من 10. ده مش طعم خيار مخلل، ده طعم قرنبيط مخلل. فأنا لو هعامله معاملة القرنبيط المخلل فبديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجودة وختم الاستمتاع. ده مش خيار مخلل. أنا هنا بنقل لك تجربة شخصية. هجرب شيبسي محمود الفار بطعم الشطة والليمون. كمية الشيبسي، شكل الشيبسية، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة لطعم الشطة والليمون فأنا بديله 7 من 10. طعم هادي يا جماعه. معنى ان انا بقول شطه وليمون فلازم ان انا احس بالشطه مع لذعه الليمون. للاسف الشديد انا ولا حسيت انا بطعم الشطه ولا حسيت بلذعه الليمون. الشطه ضعيفه والليمون برضو ضعيف. هجرب سناكس محمود الفار بطعم الليمون الحار، وسعره 25 جنيه. كميه السناكس، شكل السناكس، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه للباكجينج فانا بديله 10 من 10. بالنسبه لكميه السناكس فانا بديله 10 من 10. الكميه مناسبه والكميه ممتازه. بالنسبه لنظافه السناكس وقرمشتها فانا بديها 10 من 10 و10 نجمات. صراحه السناكس نظيف والقرمشه بتاعتها حلوه وقويه وهتستمتع بيها جدا. بالنسبه لطعم الليمون الحار انا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. والناس اللي بتحب طعم الليمون مع الشطه الناس دي هتستمتع جدا جدا جدا. طعم الشطه واضح مع لذعه ليمون جميله. هجرب شيبسي بونكي لونج بطعم الفلفل الحار، وسعره 30 جنيه. مبدئيا ريحه الفلفل قويه. شكل الشيبسيه، صراحه الشيبسيه نظيفه. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لطعم الفلفل الحار انا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع. وزي ما انت عايز تقول قول. الشيبسيه يا جماعه هشه خفيفه جميله صراحه. تجربوا؟ جربوا، وبألف انا وشفا.
هجرب شيبسي بونكي لونج بطعم الجبنة وسعره 29 جنيه. بالنسبة لطعم الجبنة فأنا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجودة وختم الاستمتاع، وزي ما أنت عايز تقول قول. يا جماعة طعم الجبنة باين وواضح وجميل جدا، وخصوصا مع البطاطساية الهشة الجميلة، فهتستمتع. تجربه؟ طبعا جربه وبألف هنا وشفا. هجرب شيبسي بونكي لونج بطعم العسل والباربيكيو وسعره 29 جنيه. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة لطعم الباربيكيو بالعسل فأنا بديله 7 من 10. طب ليه يا عبد الله؟ رقم واحد، طعم الباربيكيو ضعيف. رقم اتنين، طعم العسل يكاد ان هو يكون شبه منعدم، فالطعم هادي خالص وضعيف خالص صراحة. تجربه لو انت بتحب طعم الباربيكيو بالعسل يكون هادي، وبألف هنا وشفا. هجرب شيبسي بونكي لونج بطعم النكهة الأصلية وسعره 29 جنيه. ندوق ونقول بسم الله. بالنسبة لطعم النكهة الأصلية فأنا بديها 10 من 10 و10 نجمات وختم الجودة وختم الاستمتاع، وهقول لك إن أنا حسيته بالظبط. أنا باكل شيبسي ولكن نسبة الملح فيه خفيفة جدا جدا جدا. تجربوا؟ طبعا جربوا وبألف هنا وشفا. احنا كده يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو، ولكن في بعض الملحوظات اللي هقولها بشكل سريع. بالنسبة لشيبسي محمود الفار اللي لاحظته إني صراحة كباكجينج هو أعلى باكجينج موجود حاليا في السوق المصري، ودي نقطة قوة. بالنسبة للأطعمة فبالنسبة لطعم الملح الخفيف جميل جدا صراحة، وبالنسبة لطعم البابريكا كويسة جدا، وبالنسبة لطعم الملح صراحة أكثر من ممتاز. أما بالنسبة لطعم الخيار المخلل ده مش طعم خيار مخلل، ده طعم قرنبيط مخلل. أما بالنسبة لطعم الشطة والليمون محتاجين إن هم يشتغلوا عليه. أما بقى بالنسبة للسناكس بطعم الليمون الحار صراحة ممتاز ولا غلطة، يعني حاجة جميلة جميلة جميلة. بالنسبة لشيبس بونكي صراحة الترتيب بتاعهم بالنسبة لي بطعم الفلفل الحار ممتاز، وبعد كده طعم الجبنة جميل جدا صراحة، وبالنسبة لطعم النكهة الأصلية حاجة كده في السيمبل منه خالص، في طعم ملح ولكن على خفيف. بالنسبة لطعم الباربيكيو بالعسل محتاجين إن هم يشتغلوا عليه، ولكن كتجربة صراحة جميلة جدا. إحنا نقدر. النهارده كنت مبسوط جدا 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 إن أنا كنت معاكم. أنا آسف لو أنا طولت على حضراتكم. في الأول في الآخر أنا بنقل لحضرتك تجربة شخصية. بحبكم جدا جدا في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم دائما في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الله فول.